بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومتابعي قناة ملعب مصر في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من استاد التالتة. وفي البداية يا شباب ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة عشان يصلكم كل جديد. نتكلم النهاردة بقى عن مواضيع كتير عن الأهلي والزمالك وبيراميدز، يعني مواضيع كتير جدا. أتمنى طبعا تسمعوا الفيديو لآخره. وفي البداية طبعا معانا اتنين طبعا من نجوم التحليل، معانا محمود السيد. ازيك يا محمود؟ اهلا بيك يا يوسف، واهلا بكل متابعي ومشاهدي القناه. ومعانا سيف. ازيك يا سيف؟ ازيك يا يوسف، اهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه ملعب مصر. طيب نتكلم على اول حاجه في البدايه، وايه رايكم في مباراه الاهلي وبيراميدز اللي مش باين لها مباراه يعني من اولها؟ مش ايه بس آه تاني كده؟ مش باين لها مباراه مباراه. الاهلي وبيراميدز اللي مش باين لها مباراه، ازاي؟ ما عشان التوقيتات اللي حاطينها والكلام لا، هو هيتاجل عادي، يعني النهارده الاهلي كان هيلعب مع فيوتشر، لا، بكره مع ماتش بيراميدز. الاسماعيلي اتاجل. انا بتكلم في ان المواقع خلاص بقت تايهه معانا. لا، دي فبالظبط يعني مشكله. هل هيتلعب بكره ولا لا؟ ماتش الماتش اكيد بكره طبعا. رسميا بكره. ماتش الاسماعيلي بتاع بيراميدز هيأجلوه. ماتش الاهلي وفيوتشر. وبيراميدز غدا طب الساعه ما هو ممكن 9 يحصل تغيير ولا استنى بقى حاجه يا يوسف، يعني؟ استنى بص استنى بص استنى عشان بص. نعرف الناس المواعيد. ماتش الاهلي وبيراميدز غدا الساعه 9:15 على استاد القاهره، بتعليق محمد الكوالين على اون تايم سبورت 1. 9:15. تمام. تمام. في قناه سعوديه تانية. لا لغايه دلوقتي لا. اوكي. كمل يا ابني. طيب تمام. طيب يعني لو هنتكلم عن ماتش فنيا، مين كفته ارجح ومين اللي يعني مفيش. اللي ممكن يكسب الماتش من الاخر والله يعني؟ انا رايي مفيش بص، حد. هو الماتش بص، فيه قبل يعتبر ما بعيدا عن تتكلم، فنيات ففي غل. لا بس قبل ما تتكلم اه. عشان في برضه موضوع عايز اخد رايكم في موضوع مهم جدا، تمام. وانا سمعته وانا مش عارف حقيقه ولا، بس انتوا تاكدوها برضه. اتفضل. بيقولوا ان رئيس نادي بيراميدز لما اتحاد الكره رفض يجيب حكم اجنبي، فهو بيقول ان هو هيبيع نادي بيراميدز ومش عاوز يستثمر في مصر تاني والكلام دوت. اتحاد بص. الكوره ما رفضش. بعدين خلينا موضوع. نتفق. بص بقى، طب تمام. موضوع الحكم الاجنبي ده اللي وصل للناس وصل غلط. بيراميدز طلب حكام مصريين، الاهلي هو اللي طلب حكام اجانب. لا، الكلام المتداول ان بيراميدز طلب حكم اجنبي واتحاد الكره ما رفض. حصلش. ده الكلام المتداول ما يعني. حصلش. بيراميدز اوكي طلب تمام. صفاره مصريه، الاهلي رفض. يعني الاهلي كان عايز تحكيم طب اجنبي. بكره يعني اه، الحكم هيبقى مصري ولا اجنبي عشان الناس تعرف؟ بنسبه كبيره هيبقى مصري. هو المفروض بيتم طب اعلان على ماشي، صفحة عندكم معلومه الكورة. ممكن لو مصري يبقى مين؟ هما لو هيجيبوا الحكم محمود مصري يبقى البنا، مين يعني؟ هيجيبوا عندكم محمود البنا. معلومه؟ بنسبه كبيره هيكون محمود البنا ومحمد عادل. طب انا على مدار الحلقة ان شاء الله هقول لكم المعلومة دي. بس خدوا بالكم، هما مش هيعلنوا دلوقتي. اوكي، ايه رايكم في مدرب الزمالك اللي جاي، اللي انا مش الصراحه مش عارف انت اسمه بيني وبينكم يعني، طبعا. بس انا انتوا اسمه بالنسبة لي انطقوا. علشان انا ما انا بالنسبه لي اعرفوش. ما اعرفوش. ما بس علينا، تمام. كان سمعتوا سي في عنه او اي حاجه عنه؟ لا. خد اوكي، بالك. انا اصلا مش عارف انت اسمه. هو مم. بيقولوا اللي هو سويسري تقريبا او بلجيكي، مش فاكر. اوكي، هحاول يا برضه جدعان اجيب انا اسمه قلت على مدار لكم الحلقة. مشكله الزمالك مش مشكله مدرب. يا جماعه انا نفسي الزمالك يجيب مدرب مصري. يا جماعه مشكله الزمالك مش مشكله مدرب. مشكله الزمالك مشكله رئيس نادي عايز اداريه واحنا الفضل كله عارفين، ليه. اداريه. افهموا. يا عم سيبك من هو مرتضى الاداريه. رجع؟ انا مرتضى كنت رجع. قلت قبل كده الحلقة اللي فاتت تقريبا. مرتضى ما مشيش يا يوسف. ما مشيش. انا بتكلم في الوقت الحالي، هو رئيس يا النادي موجود. عم دلوقتي ولا هو هو؟ اصلا هو ما هو. مشيش. هو ما مشيش. بص يا هو ما محمود، مشيش. بعيدا عن انه مشي ولا لا، سيبك من دي دلوقتي، دي مش المفيدة حاليا. بس هو موجود. طيب، ممكن اشرح لكم موقف الزمالك ببساطه ولا هتزعلوا كلكم؟ لا، انا ك ك ك قول لازم كاعلام، عشان احنا يعني الناس كاعلام بنحب التضليل. تعرف. قول طيب، قول. موقف الزمالك ببساطه يا جدعان، موقف لا يحسد عليه الزمالك. موقف الزمالك وجمهور الزمالك امام رئيس نادي ما بيهموش حاجه غير نفسه، طب وانه معلش، يعلن. قبل ما بس تكمل بس يا نكمل محمود. للاخر، نكمل للاخر، طب حاول نكمل بس للاخر. نتائج الماتشات سريعا قبل ما تكمل بس. سموحة بقول والداخلية. لك ايه بقول لك يا محمود، طب استنى، السؤال بس مهم. تمام. هل في مشكله في الزمالك غير اداريه؟ اه. بص يا يوسف، هو السؤال كان لمحمود، بس هو مشكلة الزمالك جوه لا، اي حد الزمالك. يرد عادي، بس عشان يعني في ناس لا، بتقول ما هو لك انا الزمالك مشكلته مش اداريه فقط. انا بقول لك اهو. مشكلة الزمالك جوه الزمالك، مش طب مع ان إدارية. الزمالك عنده لعيبه كبيره ممكن يعني تمشي الدنيا، شيكابالا، عبد الشافي، اللعيبه ديت من كباتن الفريق.
فاهم قصدي انت عاوز توصل ليه؟ تمام. الآن البنك الأهلي يتعادل مع الزمالك 1-1 1-1. الماتش انتهى ولا لسه؟ بخطأ دفاعي فادح وأسيست من لاعب الزمالك. تمام. طب محمود انا كنت وتتوالى. بتكلم هو فيك ماتش. حاجه مثلا كنت بتتابع النتيجه. مم. دلوقتي الزمالك فيه لعيبه كبيره زي شيكابالا وعبد الشافي، يعني هم كباتن الفريق مش مظلومين. قادرين يعني بمعنى الكلمه يسيطروا على اللعيبه. لا ما يقدروش يقدروا. طالما خد الإدارة بالك، عايز طالما اقول لك الإدارة حاجه يا يوسف، ما اللي بيهد النادي هو الإدارة، هيقدروا لا على مين؟ لا، اسمع بس، سيبك من موضوع الاداره خالص عشان تكون فاهم حاجه شيكابالا معينه. يا جدعان اسمعوا اسمعني، بس. الاداره يمكن هي بتاثر على النادي، كنادي الزمالك عموما، لكن اللي بيأثر على نادي الزمالك اللي هو في كرة القدم فريق الزمالك، مش إدارة كلعيبه. النادي. لا، الفريق كله كلعيبة، امم كإدارة فنية، كإدارة بس بقول من لكم الواضح سيبكم كله. موضوع الزمالك كنا نتكلم فيه بعدين من ونتكلم الواضح بص، هو وإن مبدئيا سموحة حاليا مع عواقب الاتحاد دقيقه يا 4-1. الزمالك محمود، نتكلم عن موضوع الزمالك تمام. بعدين. موضوع الزمالك ده مش كام هيخلص لان انت سموحة عارف موضوع الزمالك ده في بص حلقه بص لوحده. استنى بس، نادي سموحة والداخلية 4-1، 4-1 كتير. وإنبي والمقاولين 2-1. في كلام إن في ماتش بيراميدز، أنا قلت على مدار الحلقة إن شاء الله هحاول أوصل لمعلومات. ففي كلام إن ماتش بيراميدز فيه 3 حكام فيديو مش 2. دي معلومه عرفتها يعني. وعلى مدار الحلقة برضو إن شاء الله هقول لكم بقية المعلومات، تمام وهقول تمام. ليه، وهقول نكمل مين نكمل وكده. ماشي. اقول لكم موضوع الزمالك ده يا جماعه يعني مش هيخلص، فنتكلم نتكلم في حلقه لوحدها نعمل حلقه للزمالك خلاص لوحده يعني. احتمال يكون هدف البنك الأهلي أوفسايد. هي تمام. الكورة عشان نشرحها للناس، هي كانت كورة كانت مع دفاع الزمالك، اتلعبت جوه منطقة الجزاء، ردها في دقيقه كام فتوح. ماتش يا محمود؟ لا في دقيقة كام بالظبط ما اعرفش، المهم ردها فتوح لسعيدو سمبوري، لعبها بالراس لمحمود الجزار اللي شاطها في الجول. دلوقتي الشكوك بتحوم حول ان الجزار كان اوفسايد. تعالى اتكلم بقى في موضوع هو مضحك وفي نفس الوقت متداول على السوشيال ميديا. طبعا كلكم شفتوا امبارح حلقه رضا عبد العال مع رامز جلال. انا فكرتك هتقول لي ايه رايكم جعفر، بقى كنت في هقول لك التصريحات بتاعت رضا عبد العال اللي ما بتخلصش يعني؟ قول لي حاجه ورد. طب تمام، ممكن بس قبل ما بيقول لك انا تقول، افضل من موسيماني وموسيماني مش مدرب، لدرجه اللي رامز نفسه قال له انت مجنون ولا ايه؟ الموسيماني ما عندوش فكر، وانا بقول لك اه رضا عبد العال انت اصلا ما حاجه لا انت تصلح انك مسكت تقول غلطه في رايه الدرجه على الاولى حد نزلتها الثالثه. يا بتاع خليني اقول بص، يعني انا مش عايز حرام. اعلق، بس انا مش هقول غير اني بلاش تخلوني اتكلم على اللي عمله في تقريبا، مش عارف كان مدرب في غزل المحله ولا كان فين، بلاش اقول لكم هو عمل ايه عشان ما يمشيش من النادي. انا مش فاكر جاب لهم اسمه بلطجيه، تحديدا. وقف على الكرسي وقال لهم والله ما انا ماشي. هي عافيه كده. تمام. طيب قبل بس ما نكمل كلام، هو دلوقتي محمد فاروق نائب رئيس لجنة التحكيم قال احنا هنعمل ال3 حكام فيديو في ماتش بيراميدز لانه ده ماتش مهم، ويعني مهم يعني وكده، فعشان عارفين يا نظهر. جدعان زي اللي ثواني احنا بس خلاص اكمل عايزين. التصريح بس، كمل يا اخويا عشان كمل. نظهر بافضل شكل، وده كان بيحصل جوه الدوري الاوروبي يعني، والبطولات الاوروبيه عموما اللي هي بتكون مهمه، لكن هذا لم يتم اعتماده جوه الدوري المصري. بالنسبه للتحكيم ان شاء الله، طب بالنسبه للتحكيم هيكون امين عمر هو الحكم. امين عمر هيبقى الماتش بتاع الاهلي وبيراميدز. اوكي عشان تمام. قلت لكم يا فالمعاونين جدعان، عشان قلت لكم مصري. بص اسمع بس، التحكيم كله ان شاء الله: محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، محمد عادل حكم رابع. هو طاقم حكام كويس. طاقم حكام كويس، الفيديو لكن هو جاي وناوي على ايه؟ الفيديو بقى احمد غندور، هنا عبد الفتاح، وعمر الشناوي. احمد الغندور. تمام. لا بس احمد الغندور اتك عليها. ماشي، وعمر الشناوي ركز فيها عشان انا اعتقد قلت لحد فيكم مين هو عمر الشناوي، يا عم طب بس مش لازم مين هو تقول. عمرو الشناوي طبعا عشان عمرو الشناوي لا قريب احمد الشناوي اللي في حاله في اون تايم سبوت. اما احمد الغندور فهو يعني المفروض انه معروف. الغندور يعني ولا ايه؟ لا هو ابن اخو كابتن جمال. جمال الغندور. اوكي. بالنسبه للي طلب اصلا موضوع التحكيم المصري، لا كان الاهلي ولا كان بيراميدز، ده كان رئيس طب اقول لجنه لكم الحكام. هل قائمه الاهلي نزلت او بيراميدز الناس جون الزمالك تعرفوها فين؟ تقريبا، جون البنك تقريبا اتلغى.
اوكي، هل استنوا انا هجيب لكم الخبر الصح. ماشي، هل انا تشكيل الاهلي او قائمه الاهلي وبيراميدز نزلت كده الناس تعرفها لو معاكم؟ مش عارف، انا برضه على مدار الحلقه ان شاء الله هشوف. هشوف بس على مدار الحلقه. ماشي. ماشي، نتكلم بقى في حاجه خلاص يا تانية. جدعان، هدف البنك الاهلي رسميا ابيض اتلغى. ماشي، هشوف على مدار نتكلم بقى في الحلقه. حاجه مهمه، وهي حاجه برضو مهمه جدا. النادي الاهلي، ايه رايكم في النادي الاهلي؟ والله بدأ يفوق زي ما قال رضا عبد العال. مم. الماتش ان شاء الله على استاد القاهره ب 50,000 مشجع. هل الاهلي لو كسب بيراميدز بكره؟ طالبه 25,000 مشجع مع انها ما عندهاش، هم 50,000 خلاص. لكن بيراميدز طالبه 25 منهم. تمام. بس مين هيجي يشجع بيراميدز؟ خد بالك جمهور بيراميدز، احنا عشان بس الناس تبقى فاهمه، مش ملوش جمهور، لا بص بالعكس، يا جمهور محمود، بيراميدز انا بدأ اكتشفت يعني. حاجه غريبه جدا. ماشي، ان في ناس ماشي بتشجع الانتاج الحربي، طلائع الجيش، انا مش عارف ازاي. يعني انا زي ما اكتشفت انتم ان عارفين، كل فرقه ليها جماهير. يعني زي ما انتم عارفين، هو الاتحاد الفريق الاول في اسكندريه، انا شخصيا بشجع سموحه، ما بشجعش الاتحاد، انا فمش شرط. اكتشفت ان كل الانديه في الدوري المصري ليها جماهير. عامة احنا كده مش هيفرق معانا، او هما يعني الجماهير او الحاجات دي كلها. دي طب حاجات عشان ما مش تقولش بس هتفرق على معانا المشاهدين، قوي، احنا عايزين الماتش. عشان بس ما تقولش على المشاهدين، نتكلم بقى في موضوع النادي الاهلي. تمام. عايزكم تحللوا اداء النادي الاهلي، وهل الكام ماتش اللي فاتوا دول هل هيتعبوا اللعيبه بكره كارهاق وكده، ولا يعني رايكم؟ لا، انا شايف انهم ما عملوش افضل حاجة عندهم برضو في الماتشين اللي فاتوا. لا، انا قصدي ضغط الماتشات، لان هو افريقيا والدوري وادي كاس مصر. فين ضغط الماتشات؟ يعني انت انا شايف شايف ان ان الاهلي ماشي بهدوء، يعني مفيش ضغط ماتشات لغاية دلوقتي. انا قصدي اللعيبه اللي بتلعب كل الماتشات ورا بعضها، فاهم قصدي؟ فين ماشي ده؟ ماشي، لكن هم واخدين راحة. طيب، مين اللاعب اللي هيحدث الفارق للنادي الاهلي بكره؟ الشحات. وبيراميدز برضه العكس صحيح. الشحات ورمضان. ورمضان، دلوقتي انا وانت يا عايز سيف؟ لا، اسال كده السؤال. اه، بص، آه... ما اعرفش في الحقيقه، ما اعرفش يعني. اصل هو طيب بص. بلاش سؤال، هقول لكم سؤال تاني. طب تمام. مين هو اللاعب اللي انت متوقعين يعني ايه؟ سيبك من هو يحدث الفارق، خد هو بالك عشان اللي تبقى عارف، انا اصلا شايف ان مفيش لاعب ممكن يحدث اي فرق في ماتش زي ده، كلهم حتى حراس متكافئين المرمى. نهائيا. هو اكتر مين ناس هو مش بكره هتحدث فرق الاهلي؟ علي حراس بيفتح المرمى. محمد الشناوي على حد علمكم يعني. اعتقد الشناوي. مم. مش ممكن يبقى علي. لا. لا. اوكي. تمام. انا اتكلمت في حلقه قبل كده، ماشي، اللي قلت الاهلي عاوز يبيع محمد الشناوي، ما يشتريش حراس، اللي هو عنده حمزه ومصطفى شوبير، وعلي. حراس جيدين جدا. الاهلي مش عايز يبيع الشناوي. انا بقول لو مشي، مش هيمشي. اقول فرضنا لو مشي والاهلي عاوز يجيب حارس. وانا بقول مش هيمشي. ماشي، انا موافق، ماشي. اقول فرضنا اعتزل مشي. هيجيب اللي كان في حارس، ناس مش بتطالبه هيعتمد اعتزال على اصلا دول. الايام اللي فاتت. مش للدرجه دي. لا، في ناس كانت بتطالبه يعتزل. لكن مش للدرجه دي برضه. ماشي، انا معلش فاهم، بقول يا لك يعني. جماعه، ممكن اقول لكم تصريح استفزني لما قريته، عشان اتفضل. عاملين بالظبط. هتعرف اهو. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه طلع قال لك ايه؟ استضافه مونديال الناشئين ليس من اهتمامات مصر. ما انا اهتمامات. اوكي، اوكي، لا طبعا. امال ايه اللي من اهتمامات مصر؟ طبعا نستضيف هو اللي بطوله يعني كان تزحلق على الجليد، هقول انا ولا لك نستضيف انا قريت بطولات التصريح ده شاطئيه دلوقتي حالا، كويس علشان ان انت فتحت نستمتع اصلا على الموضوع. شط استنى، النيل؟ انا في كلمه. هو انا اللي بدير، ما ينفعش اقول رايي، بس هقول يعني. اتفضل. من اهتمامات مصر احنا نروح كاس افريقيا 2019 ونخرج من الدور ال 16. لا، من اهتمامات مصر ان احنا ننظمها ونخرج من دور ال 16 زي ما انت قلت فعلا. اه، بس او تمام. من اهتمامات مصر ان يتعلم علينا من السنغال صغير وكبير. هي دي الاهتمامات. نطلع نقول لك غلوشة ال... الناس على النشيد الوطني، حس ان النشيد الوطني كان بيلعب معانا. ما اعرفش يعني يعني. انا بجد خلاص. والليزر. ما علينا، ما علينا، ما علينا. ايوه، ما علينا. محمد صلاح النهارده وليفربول كانوا بيلعبوا على الارسنال، انتهت 2-2. محمد صلاح اهدر ضربه جزاء، وفي بعض من الجماهير على السوشيال ميديا انا شفت مش واعي عاملين يهاجموه. ايه رايك لا في الموضوع ده؟ مالها، لا خلاص. مش لازم حاجه. وكمان يا جماعه يعني،
ما ننساش برضه محمد صلاح بيلعب وهو صايم. مم. ما انا قلت مش يعني لازم يتهاجم. لا انت عارف جمهورنا يعني، ما علينا. لا ده انت جمهور كنت يا ماليش دعوه محمود بيه. قبل ما نتكلم، قبل ما نسجل كنت بتقول لي عاوز تتكلم في موضوع، ايه هو؟ دلوقتي في ناس كتير جدا بتهاجم الدول الاوروبيه، بتهاجم فرنسا انهم بيسبوا ديننا، وبيقولوا ان اوروبا ما عندهاش مبادئ وكل حاجه خدوها مننا. صح. احب اقول لكم يا جدعان ان هم خدوا المبادئ منكم، بس هم بينفذوها وانتوا لا. بمعنى تمام. لما لاعب مصري وهو مصطفى محمد، اللي بصراحه انا شايف ان هو ما عندهوش يعني سنتي رجوله، معلش عيب يعني، بس دي الحقيقه. المدرب يقول له لا اما تفطر، يا اما هتستبعد لنهايه شهر رمضان، ويوافق انه يفطر مقابل انه يلعب، وفي الاخر يروح يقعد على الدكه وما يلعبش ويخسر الماتش. ده خطأ قاتل، خطأ طب قاتل. ليه؟ جدا. العب خد آلك بالك. خطأ كلاعب كوره، قاتل. بس بقى انا هكمل. طب كمل وانا عندي تعليق في الاخر. العب آلك كلاعب كوره، دينك محمد وصوم صلاح نفسه وانك يعني. تأدي الرب. بس يا يوسف خلينا نكمل عشان ايه، انتوا بصوا خلاص. العب آلك كلاعب كوره، دينك وربك، ولا انك تلعب ماتش 5 دقايق؟ بالظبط. هيزودك والسبب ان انت وينقصك في اصلا ما ايه؟ لعبش الماتش كمان اصلا. هيزيد في نجويتك؟ ده عندك صاحبك الجزائري تم استبعاده لنهايه الشهر عشان بس قال ان المدرب معلش لا مش معلش يا محمود، فترات. جزائري يا ايه؟ راجل ده رضا عبد العال لما فاروق جعفر قرر يخليه يفطر عشان يلعب وشاف ان هو ضعيف قال له لا وما لعبش واستبعد. رضا عبد العال يا جدعان. خد بالك، سيبك من الجزائري، ما تبص في عند محمد صلاح محمد صلاح ساعة الماتش الأخير بتاع من كان مصر بتاع مع ما الأهلي. ملاوي صح؟ قدرتش تفطر يعني لما صلاح قال لك ما فيش فطار. كان الماتش الأخير بتاع ملاوي صح؟ خلاص هو اه. لما سيطر. صلاح قال للعيبة هنلعب واحنا صايمين. ايوه. ولعبنا وكسبنا ليه؟ يعني صلاح لما سيطر. طب يا مصطفى انت ايه اللي نفعك؟ يعني خد طيب بالك، هو حتى ما لعبش. تعالوا بقى نشوف الفرق. ماشي. تعالوا نشوف الفرق في ماتش في الدوري الانجليزي ضد كان توتنهام وايفرتون. أنا سمعت الواقعة دي، كمل. كان الأذان، كان وسط الماتش الأذان بيأذن، والحارس بتاع الفريق عمل إيه الحكم الإنجليزي مشكور طبعا وكل التضحية والتقدير ليه، وقف الماتش وسمح للاعيبه انهم يفطروا. طبعا ما جابوش اكل وقعدوا يفطروا، بس سمح لهم انهم يعني يعملوا يعني ياخدوا حاجه، يشربوا حاجه، يعني اداهم راحه يا عم واداهم وقت حتى لو ميه بس، يعني تمام كده، كده. اداهم وقت. طيب يا ونقول جماعة يا اوروبا جماعة اللي متقدمين عاوز ليه؟ أقوله، عشان بينفذوا المبادئ، اللي عاوز أقول ما بيضحوش بيها. سيبك من المبادئ، في احترام الأديان. فين صح. هو اللي عمله مصطفى احترام اديان؟ ده ما ما انا احترمش بقول لك نفسه سيبك من حتى. المبادئ، كل واحد يحترم دينه. يعني الحكم ده ما بس نعرفش اصلا مسيحي ولا يهودي ولا ايه، واحترم دينك. يا عم هو احترم دينك، انت اصلا ما احترمتوش كلاعب او خلاص يا كمصري محمود، اوكي. كعربي. كان المفروض اصلا انت تحترم دينك قبل ما ده يحترم لك دينك. انت عندك حق، والحلقه ديت يا جماعه يعني لازم في الكومنتات تقولوا رايكم في الموضوع ده. الموضوع ده كارثي بجد فين يا يعني. ابني؟ جدا جدا. طب بقول لك يا يعني لو سيف، طلع بيصرح في الاعلام ويقول لك مغلق، طب طب ماشي ايه تمام. ده يا محمود؟ يا ايه سيدي افطر، بس انت ليه يعني فرحان بنفسك قوي في الاعلام؟ ده يا فعلا. محمود؟ ايه ده سيف، انت برضو نفس الكلام قبل التسجيل قلت لي انا في موضوع عاوز اتكلم فيه. هو مش موضوع شائك ولا حاجه، بس هو مجرد هو يعني. تصريح تقريبا. لا هو مش تصريح، هي معلومه مش هتكون مفيده على قد بس ما هي ممكن تعجب فئه معينه من الجماهير. امم نادي الزمالك طبعا، هو المدرب البرتغالي فيريرا اللي كان موجود، كان قاعدين في فندق. تمام. الفندق بعت للزمالك خطاب بيقول لك فيه تاني محمود، انت عرفتها. خليك كمل يا محمود. كمل. يا ابن ايمن اللي انت بتقوله ده. معلش قال لك ايه بقى؟ عليكم دفع 400,000 مش عارف كانت جنيه ولا دولار او رقم. تمام. والا ماشي، مش فاكر في خلال اسبوع ولا في خلال قد ايه، والا هيتم طرد المدرب. طيب بس لحظه
لحظه بس عشان أنا سرحت شويه. مين اللي قال الكلام ده؟ في فيريرا ولا رئيس النادي؟ خطاب اداره الفندق، اداره اداره الفندق الفندق. لو هتبعتوا تمام للزمالك تمام، خطاب عليكم اوكي، اداره 400,000 الفندق. تدفعوهم، والا هنطرد المدرب من الفندق. اوكي. فبس انتوا كده. بتوصلوا الامور لده ليه؟ انت كرئيس نادي موصل الامور لده ليه؟ يا ابني انت كنت قاعد في النادي واتقطع عليك الميه والكهرباء واقول لك لازم تدفع. انتوا وصلتوا للميه والكهرباء والضرايب كمان كزمالك. الزمالك يا جدعان حرام والله العظيم، عيب هيحجزوا على النادي قريب. عيب كده. والشاهد مرتضى منصور ويدور لك على حلول ويوقف النادي تاني ويقول لك بس انا الفتى الذهبي، انا الاسد، انا اللي طلعت نادي الزمالك مش عارف فين، وانا اللي دفعت الغرامات، وانا اللي خرجته من ازماته، وانا هو يوقع النادي ويطلعه عشان بس يظهر النجاح بتاعه وفضله. طيب سيف، انت كنت عاوز تقول حاجه عن محمود شعبانه تقريبا؟ لا لا ده محمد، خلاص محمد، ده الاعلامي، بس مش ده مهم الاعلامي دلوقتي. محمد شباب. دلوقتي هو سوري، المفروض محمد شعبانه. المفروض كاس سوبر المصري ان شاء الله اللي هو 2022 اللي فات الله هيكون بتاع السنه طبعا اللي فاتت ده. هيكون طبعا بين الزمالك، والفاز من ماتش الاهلي وبيراميدز يكون في الامارات تقريبا يوم 5/5. هتلاعب باربع فرق ولا لا ده كاس مصر اللي هو اللي فات. سوري. سيبك انت بالقصه الجديده دي هتحصل ان شاء الله ممكن الموسم ده اللي بعده على حسب ما يتم ترتيبها. ويقصد الاربع فرق. اوكي. دي فكره احنا ما ذكرناهاش هنا، هبقى ان شاء الله اشرحها في وقت تاني يعني، او اشرحوها دلوقتي لو عايزين. لا دي محتاجه حلقه. فعلا. اخر حاجه اتكلم فيها واسمحوا لي اتكلم شويه يعني بخصوص النادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي وصل يعني لكوارث. النادي ما فيهوش فلوس يا جماعه. انا عارف النادي ما فيهوش فلوس. ابراهيم عثمان خربها ومشي. لدرجه ان يحيى الكومي طلع انت متاكد بس طبعا. انت الاول بس متاكد انك عايز تقول التصريح ده؟ باشمهندس يحيى الكومي بيقول لك كنت قاعد في المكتب في يوم فلقيت واحد اتصل بيا برايفت نمبر قطري، هو قال ده رجل اعمال وهيجي يستثمر في النادي. راح كلمه واتفقوا على كل حاجه. في الاخر طلع ان هو مصري وباين في مقلب من الاخر يعني. شفت راجل قطر عايش في مصر ولا مصر عايش في قطر؟ سيبك من الكلام ده. النادي الثاني وصل اللي بقى تريقه. لا وجاب رقم رئيس النادي بكل ثلاثه. ايوه انا عايز استثمر في يعني لا هو بص ما كانش استثمار، تبرع. ده الاسماعيلي ده كان استحمار واستحقار مش استثمار خالص. ده كان استحقار للاسماعيلي ورئيسه وتاريخه. ده كان استحقار والله العظيم ما استثمار. ده الاسماعيلي يا جماعه، ده الاسماعيلي اللي تاريخ، اللي كان اول فريق عربي خد دوري ابطال افريقيا وكسب الاهلي والزمالك يا جدعان الاسماعيلي شويه وهنلاقيه في درجه ثانيه ويطلع اتحاد الكوره يجيب لك فرقتين يعني. ويقول لك هنبقى زي الدوري الانجليزي 20 فريق علشان الاسماعيلي بس عشان تبقى عارف. بس مش هينفع اقول الكلام ده بس هقوله يعني. محدش هيقدر يتكلم ليه بقى؟ مش علشان خاطر اي حاجه، بس عشان طبعا خاطر مش هيقدروا يتكلموا. لا ما انا هقول لك ليه. ده الاسماعيلي. لا مش عشان خاطر هذا الاسماعيلي. نفس في المصري كامل ابو علي بيصرف على المصري من جيبه. المصري مفيش فلوس. على الاقل اديك قلت انت لسه قايل. استنى بس واحده، انت لسه قايل يا يوسف كامل ابو علي بيصرف من جيبه. سيبك من الحته ديت. انا عارف طبعا لا طبعا مش هسيب من الحته دي نقطه مهمه جدا. طب ثواني انا بس عايز اوضح حاجه صغيره. ب 10 مليون دولار لبيراميدز. اسلام عيسى يعني 120 مليون جنيه تقريبا. فين الفلوس ديت؟ ما انا قلت لك قبل كده فين فلوس المقصه وفين فلوس المصري والاسماعيلي فين يا جدعان؟ السرقه بقت في الانديه عيني عينك، والمجلس التعبئه والاحصاء ما بيعملش اي حاجه. ممكن ما يعرفوش. اصل خد بالك انت ممكن عادي تثبت بالاوراق ان حصل والفلوس موجوده في النادي زي ما عملوا هناك في المقصه، وفي الاخر الشركه سابت النادي كله ومشيت. زي ما عمل مرتضى وقال لك كهرباء والعقد بتاعه موثق. من هنا لما كنت بلعب مصر بجد عايز اوجه تحيه لرئيس نادي واحد هو بالنسبه لي افضل رئيس نادي في الدوري المصري. قلبه على النادي وبيكافح من اجل النادي. هم اثنين على فكره مش واحد، اثنين. انا بالنسبه لي الاستاذ محمد مسلحي يا جماعه راجل يعني. انا بالنسبه لي ممكن يكون محمد مسلحي، فرج عامر، رئيس انبي. محمد مسلحي يعني راجل يعني اسكندراني واصيل وبيحب النادي. بيبيع لك لعيبه بس بيجيب لك لعيبه. محمد مسلحي عامل استقرار.
فاهم اه قصدي؟ بعدين وفرج عامر ما عندوش فكره اللي هو ايه مثلا زي ما حصل مع مروان عطيه، خلاص وبيعتمد يا الزمالك كان جماعه، عايزه. سيبك بيعتمد على تمام. ابناء النادي. جاب لك محمد عمر ومش عارف اه قبلها جاب لك مش عارف، يعني بيجيب لك والله العظيم الكومنتات يوسف، الاول. لو رئيس نادي الزمالك يعتمد على ابناء النادي، الزمالك هيبقى في حته ثانيه. مبدئيا عشان انا هسالكم سؤال، بس هو السؤال مش عارف ينفع يتسال ولا لا، بس هساله برضه. قول. هل مرتضى منصور قلبه على النادي؟ لا، حلو، يبقى انتوا ليه مستنيين يجيب لكم حد ينقذ النادي؟ عشان احنا بيضحك علينا. طب خلاص تمام كده، خليكم الضحك احنا عليكم كجماهير الجمهور. الزمالك بيضحك علينا، بيتشغل بالنا بغرامه طب انا كهرباء، هقول لكم حاجه، بحبس الخطيب ليا مثلا كمرتضى، بان امير اسمع بس. الدهاء مثلا يعني. يا عم ده خالد الغندور طلع كل ما يسال سؤال على قناه الزمالك يقول لهم مين احسن، يقولوا له لاعب الزمالك، يقول لهم بلاش تطبيل، واحد يقول له لا انا هجاوب، انا جايب الدرامز معايا. اسكت، اسكت عليها، دي فضايح، طب دي ثواني فضايح بس. يا جدعان. والله العظيم انا ممكن اجيب لكم الفيديو اسمعه لكم انا في حلقه، بس انا ما بحبش حرصا على ان انا ما اعملش فتنه بين الناس، بس بجد والله ده بيحصل. وكل فاهم، ما يسال سؤال يقول لك من غير تطبيل، وعشان وده كده دايما يقول انا. له وده يقول له لا، طب خلاص ده يا خلاص راجل، ده خلاص. عمرو الدرديري جه يشرح ويقول لك هي مش قصه تطبيل، فخالد الغدار قال له بس انت كده بتشرح التطبيل اصلا. يا جدعان في فضايح طب بتحصل. خلاص خلاص، في نهاية الحلقة بقى ايوه. ناخد كل واحد فيكم يا ريت عايز عشان يقول مقولة أو رسالة أو كلمة لأي حد. لمين؟ حسب. أول ماشي، أول حاجة للنادي الأهلي. آه... آه... ارجع لجمهورك. للنادي الاهلي. بس من ناحيه ارجع ايه؟ لجمهورك، صدقني خلاص ده الرد. الناحية كلية إدارية وفنية واللعيبة وكله انت قلت رسالة اسف. رسالة زي جماعية. ما قلت ارجع لجمهورك، هو ده مش معناه انه بيخسر جمهوره، بس انا قصدي يعني يرجع فرحة الجماهير تاني بيه، مش اكتر. طيب سريعا سريعا. بالتوفيق. ماشي. اوكي. نادي الزمالك. نادي ربنا معاكم. ده الجمهور الزمالك اول، مش النادي. هاتوا الكوادر، النادي هاتوا يعني الكوادر ومشوا خلاص بلاش مشوا دي، خلاص. هاتوا الكوادر بس ماشي، خلاص. آخر حاجة بقى. أنا كل مرة بقولها لكم بس لازم نقولها برضه، رسالة لاتحاد الكورة والرابطة مع بعض. رسالة حسبي الله للرابطة. ونعم الوكيل. لا رسالة للرابطة، استمروا. الرابطه استمروا. استمروا وركزوا. اه اتحاد تمام. الكوره حرام عليكم، كفايه يعني، اه والله ماشي، آخر كفايه. حاجة بقى. توقعاتكم لمباراة الأهلي وبيراميدز بكرة؟ ما مفيش توقعات 1-0. بس بس الماتش ده لا اما هيكون مقفول، هل لا اما هل هيفتح على الماتش ده ماتش البحري. ضربات ترجيح ولا في نادي لا، كفته عارضة؟ مفيش ضربات ترجيح. وأنت يا سيف؟ شوف انا هقول لك حاجة، انا مش ما عنديش توقع للماتش عموما، بس الماتش ده لو ما انتهاش بفوز حد هيكون في ضربات ترجيح ورقم عالي، مش 2-1 ولا 3، اللي هو مش الارقام اللي احنا نعرفها هل دي. الماتش هيبقى مفتوح بكرة؟ كل فريق عاوز هيهاجموا الماتش ولا؟ يا يوسف هينقسم لشقين، لا اما هيبقى مفتوح على البحري والاثنين بيهاجموا، لا اما شوف، الاثنين هيخافوا من بعض ويكون مقفول. في اعتقادي الشخصي الماتش يا اما هيكون بيراميدز مقفول نفسه جدا. هيهاجم ولا هيدافع؟ هيهاجم. مين اللي والأهلي؟ هيهاجم ولا هيدافع؟ بيراميدز بيراميدز هيهاجم ولا هيدافع؟ بيراميدز هيهاجم. هيهاجم. والأهلي؟ هي نص نص. ما اعرفش. هل معنى ذلك إن الأهلي متخوف من بفريق بيراميدز؟ لا طبعا. لا مش متخوف بقى، متخوف قصدي يعني إيه؟ هم عارفين كويس ان فريق بيراميدز ما خدش بطوله قبل كده، فهيكون عندهم الشرف ان هم برضه ياخدوا بطوله. معلش برضه لا، معلش، ما هو هم ممكن يكونوا لا عارفين ده، لكن برضه اللي انت عايز توصل له لا. لا الحكايه مش كده خالص. امم طيب كده خلصت هو حلقتنا. بالنسبه لسؤالك الاول، بس هل القيم قول نزلت ولا طيب. لا، اوكي فلا القيم ما نزلتش. تمام. اوكي مش كده هتنزل. بقى خلصت حلقتنا. اشوفكم في حلقه جديده. في النهايه يا شباب ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناه. سلام.